خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام من تراب الأرض، ثم نفخ فيه من روحه، فأصبح آدم عليه السلام بشرا حيا ليكون أول مخلوق من البشر. ثم علمه الأسماء كلها بنعمة العقل التي جعلها الله تعالى لآدم عليه السلام ليستحق أن يكون خليفة الله تعالى في أرضه، وهذا أعظم تكريم. بعد ذلك أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام تكريما له، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر، فغضب الله تعالى عليه وطرده من الجنة، فازداد إبليس كراهية لآدم عليه السلام، وأعلن الحرب على آدم عليه السلام وذريته، وحلف بالله أن يزين لهم الشر ليقع آدم وذريته فيه. ثم خلق الله تعالى لآدم زوجته حواء لتؤنسه، وأباح الله لهما أن يأكلا من ثمار الجنة كلها ما عدا شجرة واحدة، فزين إبليس لآدم وحواء أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، حتى أكل منها ونسي أمر ربهما. أخرج الله تعالى آدم وزوجته حواء من الجنة، فعلم أن إبليس هو عدوهما الحقيقي، ثم ندم بعد ذلك ندما شديدا على معصية الله، وتوجه إليه بالتوبة، فقبل الله توبتهما، وبدأ مسيرة الحياة على الأرض. وقد رزق الله تعالى آدم عليه السلام بولدين هما قابيل وهابيل، ووسوس إبليس لقابيل ليزيد حقده على أخيه هابيل، واستمر في ذلك حتى قتل قابيل أخاه هابيل، وكانت تلك هي أول جريمة قتل تقع بين البشر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.